يلا نعمل سوا أطيب شيش طاووق بتتبيلة رهيبة بتخلي الدجاج دايب دوب وطري كتير كتير. السر في التتبيلة اللي رح أعملكم إياها هلأ بنقع الشيش طاووق. طبعا السياخ اسودت لأنه أنا ما نقعت السياخ الخشب قبل بساعتين بالمي، هيك لازم، بس أنا كنت مستعجلة. أول شي حطيت بصحن معلقة صغيرة توم بودرة ومعلقة صغيرة بصل بودرة وبابريكا وفلفل أسود وبهارات مشكلة وزنجبيل وملح. وهلأ السر الخطير بكربونات الصوديوم، بتخلي الدجاج دايب دوب بطرف المعلقة يا دوب نتفة. وبعدين حطيت معلقتين لبن ومعلقة رب البندورة ومعلقة صغيرة ماسترد، حركتهم سوا وضفت عليهم معلقتين خل ومعلقتين زيت زيتون وتبلتهم وغطيتهم لمدة ساعتين. بعدين شكيتهم بالسياخ مع البندورة والبصل المقطع رباع وفلفل حار، وغطيتهم وخليتهم ساعة بالفرن. بعدين حمرت وجههم منيح وحطيت فحمة بشوية زيت وغطيتهم هيك حتى ينكمروا وياخدوا طعم الشوي والتفحيم، وطلع طعمهم رهيب رهيب رهيب، كتير زاكين. قدمتهم مع الرز المفلفل اللي رح أنزل وصفته في الفيديو الجاي إن شاء الله. وشوفوا كيف المنظر هيك بالتقديم كتير حلو، أكيد رح يعجبكم لأنه طعم ومنظر وتقديم ولا أروع من هيك. وكمان عملنا منهم هيك سندويشات بالتورتيلا مع البصل والفلافلة والدجاج الشيش، فطلعت سندويشة شيش هيك مرتبة وزاكية. وصحتين وعافية.